كيف تعرف العدو إذا كان قاعد بيننا؟ وهذا الخطر الفعلي. شفنا تفجيرات، شفنا خلايا إرهابية، شفنا ناس مندسين. شلون ممكن نواجه هذول كلهم؟ ما نواجههم إلا بتوحدنا. ولذلك أقولها وأنا أعني ما أقول. عبد الوهاب الباطيني يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل فقط أبناء الدائرة الثالثة. أنا أمثل الكويت من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها، وما راح أحيد عن تلك المواقف اللي اتخذت في السابق، وسأستمر على نهجي مدافعا عن الحق، محاربا من أجل مصالح الناس، واعيا ومدركا بأن هذه الوثيقة لا وهي الدستور يجب أن يحافظ عليها، مطبقا للقانون، محافظا على حدود هذه البلد ووحدة أبناء وطنها. ما راح أحيد عن هذا الدرب وإن كلفني ذلك كرسي البرلمان. إذا خسرت كرسي فالكرسي زايل، لكن التاريخ يسجل. من يريد أن يحافظ على وحدة هذا الوطن، من يريد أن يجعل من الإنسان الكويتي قلب واحد متجسد فيه شيعة وسنة وحضر وبدو. ولذلك كفاية صراعات، علينا أن نتوحد اليوم من أجل مواجهة الأخطار كافة. خلينا نكون منتبهين، خلونا ايد واحدة لمن يريد ان يدخل بين ابناء الشعب الكويتي ويحاول ان يفرقهم. وهذا الاساس. اخوي سعد العجمي، تحملت كثير بالفترة السابقة، والكلام اللي قيل فيك، ولكن لم اجد فيك يوم الا حب لهذا البلد، واخلاص لحكامها، واخلاص ايضا لمواقف تعبر عن ابناء الشعب الكويتي المخلص المعتدل في طرحه. ولذلك اود ان اشكر بداية، وساسجلها للتاريخ، اود ان اشكر سمو امير البلاد على الموقف اللي تفضل فيه بعودة اخونا سعد العجمي. وايضا أريد أن أذكرها للتاريخ. قد يختلف البعض سياسيا في ذلك وقد يعترض البعض، ولكني لا يمكن أن أكون شيطان أخرس في لحظة. ولذلك أسجل شكري وتقديري لرئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، ولرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر بن مبارك، وبعض الوزراء في الحكومة، وأيضا الزملاء النواب في المجلس، على سعيهم الدائم لإعادة التوازن مرة أخرى للمشهد، لوضع الأمور في نصابها الصحيح. اليوم عبد الوهاب قد يكون أمامه الميكروفون ليتحدث، فيكفيني اليوم أن أنطق كلمة حق لأسجل الشكر لمن أردت أن أذكرهم وأسميهم. وختاما، أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم، علينا اليوم في الوحدة الوطنية، شيعة وسنة وحضر وبدو، لا تخلون أحد يدخل بيننا. الكويت اليوم محتاجة توحد، محتاجة نظرة حقيقية للدفاع عنها، وبحاجة أيضا لطي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة عنوانها إعادة التوازن المشهد وتحقيق المصلحة العامة لما فيه الخير والصالح لهذا البلد. السلام عليكم ورحمة الله.